ويا اهلا وسهلا. فيديو النهارده هنتكلم عن ايه الحاجات اللي ممكن تاخد بالك منها قبل ما تروح تشتري الركنه بتاعتك. طبعا الفيديو هينقسم معانا لثلاث اقسام. لو انا عندي شقه صغيره جدا، لو انا عندي شقه مثلا من 100 متر لحد 170 180 متر، ولو انا عندي شقه كبيره مساحتها بتعدي ال 200 متر او عندي فيلا. كل مكان من الاماكن دي ليه وظيفه مختلفه وليه طريقة اختيار ركنة مختلفة. الركنة طبعا كلنا عارفين ان هي بيبقى ليها ثلاث اشكال. اول شكل اللي هو الشكل الكيرف اللي هي الكيرفت صوفا، وعندنا تاني شكل اللي هو الشكل الحرف ال، وتالت شكل حرف يو. طبعا كل شكل بيبقى على حسب مساحة المكان. يعني انا لو عندي الحيطة من 3 اضلاع ممكن استخدم الركنة الحرف يو، ولكن لازم اتأكد ان المساحة اللي في النص مساحة كافية ان انا احط فيها ترابيزة وعندي مسافة حركة محترمة، بحيث ان كل شخص يبقى قاعد على الركنه مرتاح. ركنه الحرف ال، لو انا مثلا عندي حيطه حرف ال وعندي باقي الاضلاع ما اقدرش ان انا افرش فيهم الركنه، فساعتها اقدر اعمل ركنه حرف ال وتبقى متحضنه على الحيطه. الاوبشن رقم 3 الكيرفت صوفا او الركنه اللي هي بتبقى واخده شكل الدوران. الركنه دي يفضل ان هي تستخدم في نص المكان والظهر بتاعها يبقى فاضي، لان انت لو حطيتها في زاويه حيطه او في ظهر حيطه نسبه وتناسب المساحه بتاعتها للفراغ مش هتبقى كويسه. فالركنه المدوره او الركنه اللي واخده كيرف من الظهر، الركنه دي يفضل ان انت تحطها في نص الفراغ وتحط وراها ديكور، بحيث ان انا اعمل ليها فوكال بوينت ان هي تدي شكل ديكوري. ممكن تستخدم في الفيلل، ممكن تستخدم في الشقق الكبيره جدا. طيب خلينا نروح لاشكال الركن، وايه الاشكال اللي انت المفروض تبقى عارفها وانت رايح تشتري الركنه بتاعتك عشان تاخد حاجه تتناسب مع استخدامك. خلينا نبدا في الاول ان انا اوضح لك اشكال الركن من حيث الديزاين. اول شكل وان هو الركنه بتكون جسم الركنه قطعه واحده والظهر بتاعها بيبقى قصير، والركنه دي انا بقول عليها الركنه الديكوريه، لان الركنه دي الجسم بتاعها بيكون قطعه واحده، القماش والاسفنج بيكونوا مشدودين والقماش ما بيكونش طري وبيكون ناشف شويه. لان الجسم بيكون قطعه واحده فمحتاج ان هو يديني شكل ان الحاجه دي مشدوده وما تكونش مريحه. عندي تاني شكل من الركنه اللي هو بيكون الركنه عاليه عن الارض والجسم من تحت متنجد وفوقيها فيه شلت في الظهر وفي شلت في المكان اللي انا بقعد عليه، وده تاني شكل معانا. تالت شكل الركنة اللي بيكون الجسم بتاعها خشب او معدن، وعندي الشلت اللي بتتحط اللي بقعد عليها والشلت اللي في الظهر حرة اقدر ان انا اغيرها، احطها في اي وقت، اشيلها واحطها في اي وقت. في الشقة اللي مساحتها صغيرة جدا يفضل ان انت تستخدم يا الركنة اللي هي الجسم بتاعها خشب او تستخدم الركنة اللي هي عالية عن الارض وفي نفس الوقت الجسم بتاعها من تحت متنجد والشلت بتاعتها من فوق اقدر اشيلها واحطها في اي وقت. انما الركنه اللي واخده كيرف دي بيفضل انها تستخدم في الشقق الكبيره او في الفيلا، اللي فاخد بالي كويس جدا ان الركنه اللي هستخدمها تكون فيها مساحات تخزين ينفع ان انا اقلبها سرير، وفي نفس الوقت الاسفنج بتاعها يكون لا هو طري ولا هو ناشف، لان احنا هنستخدمها بصفه مستمره وهنقعد عليها كل يوم. ميزه الركنه اللي انا اقدر اشيل الشلت بتاعتها واحطها، ميزتها ان انت في اي وقت تقدر ان انت تشيل القماش وتشيل الاسفنج وتغيرهم باي نوع تاني مختلف، حاجه نزلت جديد شكل جديد عجبك بتبقى شكلها جميل جدا. الركنه اللي بتكون واخده كيرف وبيكون الجسم بتاعها قطعه واحده، الركنه دي بالنسبه لي ان هي تتحط في الاماكن الديكوريه. لو انا عندي مساحه كبيره اقدر ان انا احطها ومش هستخدمها على طول، لان اول عيب ليها ان القماش بتاعها لازم تشتريه ان هو يكون ووتر بروف، لان انت مش هتعرف تفك القماش ده وتغسله، هتضطر ان انت تغسله في مكانه. على عكس الركنه اللي جسمها خشب او الجسم بتاعها متنجد، الركنه دي الشلت اللي عليها في الظهر او في المكان اللي بقعد فيه في اي وقت اقدر اشيل الشلت واغير الاسفنج واغير القماش نفسه باللون اللي انا عايزه. لان برضو خلينا نكون متفقين، مهما لو انت فكرت تعمل كسوه للركنه او تعمل كفر للركنه فانت كده بتبوظ الديزاين او الشكل اللي انت اخترته اللي كان اصلا عاجبك في الركنه بتاعتك. لازم ناخد بالنا كويس جدا من كثافه القماش، ان القماش لو انا هستخدم الركنه دي بصفه دوريه ان القماش يكون الكثافه بتاعته عاليه ونسبه ان هو يكون طري تكون عاليه شويه، وعلى حسب انت وارتياحك. في واحد يحب القماش يكون ناشف شويه، الاسفنج يكون ناشف شويه، في واحد يحب يكون الاسفنج طري شويه، وفي واحد يكون في ركنه نازله جديد اللي هي بتكون القماش بتاعها او الاسفنج بتاعها اللي هو شكل السحابي، ان انا لما باجي اقعد عليها بتبقى طريه جدا ولما اجي اقوم بتروح راجعه تاني واخده الشكل بتاعها. وبرضه هنرجع نقول ان كل حاجه على حسب كل شخص وعلى ذوقه وعلى استخدامه اليومي.
فلازم تاخد بالك كويس جدا من الحاجات دي، لان الحاجات دي هتفرق معاك جدا وانت رايح تشتري الركنه. مش مجرد انك شفت حاجه شكلها عجبك تشتريها وخلاص، لازم تراجع نفسك الاول وتشوف ايه الحاجات اللي انت هتفرق معاك جدا في الاستخدام، وعلى حسب مساحه شقتك ايه اللي انا محتاجه. لو الشقه بتاعتي صغيره جدا فانا محتاج ركنه عمليه، الاسفنج بتاعها كثافته عاليه، طريه جدا، الجسم بتاعها من الخشب او متنجده، الشلت بتاعتها اقدر ان انا اشيلها واغيرها في اي وقت، لو وقع عليها حاجه حابب ان انا اغسلها، حابب ان انا اغيرها، فيها اماكن تخزين، وفي نفس الوقت بتتقلب معايا سرير. طب لو الشقه بتاعتي كبيره جدا او عندي فيلا كبيره، اقدر ان انا اجيب الركنه الديكوريه عشان مش هيكون اعتمادي الاساسي عليها. لازم تاخد بالك كويس جدا من ان الركن اللي جسمها قطعه واحده، القماش والاسفنج بتاعها بيكون ناشف شويه، وانا عن نفسي ما بكونش مرتاح وانا قاعد فيها قوي. بحب اختار الركنه اللي هي الجسم بتاعها منفصل والشلت بتاعتها منفصل عشان اقدر اتحكم في كثافه وطراوه الاسفنج اللي انا هقعد عليه. ولكن هنرجع نقول ان كل مكان وليه حاجته اللي اقدر استخدم فيها الحاجه اللي انا حاببها او عجباني في ذوقي الشخصي. ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عندك اي كومنت اكتب لي تحت في الكومنتات، اشوفكم في الفيديوهات اللي جايه.